حرص الدولي المصري محمد صلاح على مصافحة الإسباني الأسطوري سيرجيو راموس خلال وصوله حفل جوائز الأفضل جلوب سوكر الذي انطلق في 6 مساء اليوم لحضور تسليم الفائزين بجوائز الأفضل في عالم كرة القدم خلال العام الجاري 2022 ضمن فعاليات إكسبو دي بي. ويعود خلاف كبير بين الجماهير المصرية والعربية مع اللاعب الإسباني بعد تسببه في سقوط محمد صلاح في نهائي أبطال أوروبا 2018 وغيابه عن المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم بروسيا أمام أوروغواي. كما حرص الفرعون على تحية زلاتان إبراهيموفيتش قبل الدخول إلى قاع الحفل المخصص لتسليم جوائز أفضل لاعب في العالم 2022. يأتي ذلك قبل 3 أيام فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 التي ستنطلق مساء الأحد وتستمر حتى 18 من شهر ديسمبر القادم. ووصل كل من النجم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان بطل الدوري الإيطالي في النسخة الماضي والمدرب الشهير فابيو كابيلو جلوب سوكر 2022. يتنافس محمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022. وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادي في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي. وضمت القائمة النهائية للمرشحين على التتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2022 من جلوب سوكر كل من كارلو أنشيلوتي ريال مدريد وبيب جوارديولا مانشستر سيتي وجوزيه مورينيو روما. وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل نادي في عام 2022 من جلوب سوكر كل من ريال مدريد وليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي الإنجليزي. وتم استحداث جائزة جديدة لأفضل لاعب ناشئ هذا العام يتنافس عليها كل من جافي وفيكتور أوسيمين وفيدريكو فالفيردي.